السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جاي لكم فيديو جديد. هنعمل معاكم القرص الطرية الفلاحي بطريقة جميلة جدا جدا جدا، واللي هتعملها معاكم هي ريهام اختي. وهنشوف بقى كل حاجة مع بعض بالمقادير والتفاصيل وكل حاجة ان شاء الله. هبتدي معاكم كده اول حاجه بالدقيق. لازم خطوه اساسيه ومهمه، لازم تنخلي الدقيق. عشان تنجح معاكي اي معجنات لازم اهم خطوه انك تنخلي الدقيق. كويس، لازم تنخليه كده بالمنخل اللي هو الدقيق خالص، اللي هو اسمه المنخل الحرير. الكمية الدقيق قد ايه؟ كمية الدقيق هما هي اختي هتعمل 4 كيلو. بس انا هقول لكم المقادير يعني على كيلو دقيق، فهي هتعمل كيلو دقيق عليه ربع كيلو سمنة. هي هتعمل بالزبدة، ممكن تحطي سمنة عادية، ممكن تحطي ممكن في ناس كمان بيحطوا لها زيت بدل السمنة. بس عشان تبقى غنية اكتر وحلوة اكتر، فهي هتحط للكيلو الدقيق ربع كيلو زبدة. وهتشوفوا هي مخلطة نوعين زبدة، هتشوفوا دلوقتي. فمعانا كده زبدة فيرن، ومعانا زبدة نوع تاني اللي هي نيوزيلندي. فتستخدم نوعين الزبدة دول. الزبدة الفرن طبعا طعمها مش قوي زي الزبدة النيوزيلندي. فهي هتحط ديت حوالي، هي شايلة منها حتة اللي هي في الجنب ديت، فهتعوضها بحتة تانية. يعني أنا لما سألتها قالت لي إن أنا حاطة ربع كيلو زبدة نيوزيلندي جايباها من المحل. كمان اللي انتوا شايفينه ده هي جايبه نص كيلو ملبن. على فكره نوعيه البلبن بتخلي القرص طريه حلوه جدا، وبتخلي ريحتها كمان جميله جدا. يعني اللي هي جايباها دي معطره. بنجيبها من عند يعني اختي بتجيبها من منوف، بما ان هي قاعده في منوف فبتجيبها من عند ابو اسماعيل اللي هو في الشارع الجديد. عايزه اقول لكم جامده جدا. لو جبتها من اي مكان من اي مكان تاني ممكن تبقى ارخص، بس صدقيني هو بيبيعها غاليه شويه، بس فعلا تمنها فيها. وهي بقى تقطعها حتت كده صغيره عشان خاطر ايه تحشي على طول، وكمان ما بتنشفش في القرصه، ودي ميزه جميله جدا فيها. هي دلوقتي سيحت الزبده. هتبدا بقى ان هي تفرك الزبده ديت في قلب الدقيق. اهم حاجه ان انت تحطي زبده او قشطه، او ممكن تحطي سمنه عاديه او زيت وتحطي حته قشطه كده، يعني اللي عندك بتحطيه. طبعا هي مش هتحط لها ميه، بس هتحط لها سر كده مميز اقول لكم عليه برضو لما يجي وقته يعني. بس اهم حاجه ان انت تدعكي الزبده كويس مع الدقيق. احنا يا دوبك مسيحين الزبده دي مش مقدوحه، لانها لو اتقدحت فيها نسبة مرتة وفيها وكده فهتطلع، لكن احنا محتاجين كل الحاجات ديت في قلب القرص الطرية. كمان الزبدة الفلاحي اللي بتتجاب من السوق هتبقى حلوة برضو في الوصفة ديت. بس تخلي بالك بقى لان الغش منتشر في السوق، زي ما وريتكم كده في فيديو سوق الجبنة. يعني حاجة كده فظيعة بتحصل في سوق الجبنة، بالذات الغش في الزبدة منتشر جامد جدا جدا، حتى بيبقى باين عليها ان هي مغشوشة من كتر صلابتها ومن كتر ما هي يعني شكلها كده مش طبيعية. مش ديت الزبدة بتاعتنا اللي لما تيجي تلبسيها تعوز صباعك، مش هي. دلوقتي بقى هي هتدوب الخميرة معانا شوية شرش. هي هتدوب الخميرة في قلب الشرش، او ممكن تدوبها في شوية مية صغيرين. انا بقول لكم الشرش اللي هو ايه، الخميرة يا اما تدوبيها في مية، يا اما تدوبيها في لبن، يا اما تدوبيها في الشرش اللي هو بيطلع من الجبنة. بيقولوا عليه مصي وبيقولوا عليه شرش وبيقولوا عليه المية، يعني في الاخر اللي هي بتبقى خارجة من الجبنة. عايزه اقول لكم ان الميه دي قد ايه. الشرش بتاع الجبنه بيخلي القرص الطريه، بيزودها بيخليها طريه قوي عن الميه. يعني لو انت استخدمتي شرش الجبنه يبقى افضل من انك تستخدمي ميه. وعلى فكرة شرش الجبنة مليان بالأملاح المعدنية وجميل جدا مفيد جدا جدا. فده استخدام من استخدامه. ممكن تستخدمي برضو لبن رايب، فكل واحد يعني على حسب الموجود عنده. دلوقتي بقى كده هندعك الدقيق، خلاص احنا دعكينه بالزبدة كويس. هنبدأ بقى ان احنا ننزل بالسوائل بتاعتنا. عايزة اقولكم ان هي دوبت كمان معلقة صغيرة سكر على الخميرة. اهم حاجة تحط السكر على الخميرة، السكر بيساعد الخميرة ان هي تنجح يعني. فهي تعجن كده باللبن. فهي مش هتحط لها ولا نقطة مية الا شوية شرش صغيرين كده، هتشوفوها برضو هتكمل بيهم. هي هتحط 2 كيلو لبن، هي قالت لي ان هي عاملة 4 كيلو دقيق، وحط عليهم قالب سمنة فرن وربع كيلو سمنة زبدة نيوزيلندي، وجايبة بجنيه خميرة هتحطه كله
ابو جنيه بحاله. كمان هتحط شرش اللبن. زي ما قلت لكم الشرش بيخلي القرص الطريه حلوه. وهتحط 2 كيلو لبن. وطبعا جايبه نص ملبن ونص عجوه. كمان بتحط رشه ملح على الدقيق، نسيت اقولها لكم في الاول. اهم حاجه رشه الملح على الدقيق. كمان السكر على الخميره، ودي حاجات اساسيه. يعني معظم الناس عارفة يعني ان الخميرة لازم نحط عليها سكر بتخليها حلو. شايفين الشوية اللي هي حطيتهم دول؟ ده شرش اللبن. قد ايه شرش اللبن هيخليها بعد كده طرية. انا دقت القرص ديت، جابت لي يعني شوية منهم. جميلة جدا جدا، روعة. عايزة اقول لكم طعمها جميلة جدا جدا جدا. فهي هتعجب باللبن. هي ما حطتش اي ولا نقطة مية الا يمكن الشوية اللي على الخميرة. الشرش اللي انتوا شفتوه في قلب الكوباية اللي هو طالع من الجبنة. دي حاجة مكون أساسي كده وسري. يمكن مش ناس كتير عارفاه، بس قد ايه الشرش ده مغذي جدا جدا، بالذات لما بيتعجن بيه. وبعدين احنا مش حاطين كمية كبيرة، ده يا دوبك هي مج الإزاز اللي انتوا شفتوه اللي هي حطيته ده على ال4 كيلو. اهم حاجة بقى تفضلي تعجني تعجني وتزودي، تعجني وتزودي. طبعا الناس اللي هي بتستكلف تعجن وكده فبتطلعش معاهم قد كده. قد كل ما تدي العجينة حقها في العجن، كل ما تديكي نتيجة احلى نتيجة، وتطلع معاكي يعني ايه كويسة كده وايه، وشاربة كلها من السمنة واللبن. وكمان بتشد، كل ما بتدي لها عجن كل ما العرق بتاعها بيشد وتمط معاكي، وتبقى حلوة في بعد الخبز وكده بتبقى جميلة جدا، بتديكي نتيجة مرضية وجميلة جدا. زي ما قلت لكم هتفضل تزود في اللبن شويه بشويه. تخلي بالك طبعا عشان خاطر ما تدلقيش اللبن مره واحده، بعد كده تبصي تلاقيه معاكي آه، يعني طريت منك قوي. العجينه بيبقى سمكها ايه؟ في ناس بيقولوا العجينه تبقى ناشفه. لا، هي العجينه بتبقى ملزقه سنه كده. طبعا بما ان هي العجينه فيها زبده وكده فهي مش هتلزق معاكي. زي ما قلتلك هي هتبقى حلوة لان هي طرية شوية عشان تديكي نتيجة حلوة وتبقى القرصة طرية معاكي. بعد كده بالنسبة للنار ليها عامل برضو. النار انك النار بالذات. فهي دلوقتي هدوب معلقة سكر في قلب في اللبن. الكمية كبيرة، هتحط 4 كيلو. خلاص كده بقى هي خلصت عجن. هتسيبها تخمر حوالي نص ساعة بعد، عشان يعني تبقى مستريحة كده وحلوة بعد كده. أهم حاجة لازم تغطيها.
اهم حاجه تغطيها، هي كده خمرت. خلاص بقى هنبدا ان هي تقرص. هي دي طريقه التقريص، ان انت بتمسكيها كده وتبططيها، بعد كده تلميها. لو هتحشيها هتشوفوا برضو دلوقتي هي هتحشي معاكم كده كام واحده. طبعا هي عندها الملبن وعندها العجوه. الملبن زي ما قلت لكم نوعيه الملبن مهمه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم اللي بيميز القرص الطريقه عندك وعند غيرك هو ممكن يكون الملبن. حتى ممكن تكونوا انتوا الاتنين عاملين نفس المقادير بنفس الطريقه، وهنا طعم وهنا طعم تاني. زي ما قلت لكم احنا بنجيبها من مكان معين، ما بنغيرش المكان. لو غيرنا المكان طعم القرصه في الاخر ما بيبقاش حلو، لان نوعيه الملبن بتاثر على طعم القرصه. هي تعمل 3 انواع، بالملبن وبالعجوه وساده. برضو بالعجوه، هي بتجيب برضو عجوه من مكان تاني، طريه جدا جدا. حتى ما بتحتاجش ان انا احط لها زبده او نحط لها حاجه عشان تضطر، هي طريه اصلا مش محتاجه. فهي كده زي ما انتم شايفين طريقه الحشو والكده. طبعا احنا بنعلم القرصه، بنعلمها من فوق بخطين كده بالسكينة، عشان خاطر تبقى يعني ايه، عارفين المحشية ايه والفاضية ايه. بتعملي فيها خطين، الخطين دول بقى ممكن يكونوا بقى يبان العجوة ويبان الملبن، يبقى معروف ده ملبن وده عجوة، واللي معلهوش خطوط خالص يبقى سادة. عشان بعد كده بقى اللي مش عايز الملبن ما يقعدش يكسر عشان يدور على ملبن او يدور على عجوة. طبعا هي برضو على بال ما بتخلص تقرص الصينية بتبدأ برضو بتسيبه برضو يستريح كده 5، او على بال ما تخلص الصينية وتبتدي تبطط من اول واحدة خالص كانت مقرصاها. فهي زي ما انتوا شايفين بقى دلوقتي هي هتعلم بعد ما هنخلص خالص الكمية. وهي بططت هتبدأ برضو ان هي تسيبها ترتاح. زي ما قلت لكم اهم حاجة الراحة، لان لما تسيب القرصة تستريح شوية بتبقى بتديلها فرصة ان هي ايه، تديكي نتيجة حلوة، وتبقى يعني في الاخر تبقى النتيجة كويسة. بعد بقى ما نخلص الكمية كلها تقريص بنبدأ بقى نبطط. بعد كده بنجهز الفرن بتاعنا عشان خاطر ان احنا نبدأ نخبز فيه. ودي برضو خطوة أساسية، خطوة الفرن ديت. هي تخبز مش في فرن البوتاجاز ولا حاجة، هي تخبز في الفرن اللي هو الكبير، اللي هو الفرن التاني الكبير، اللي هو الغاز الكبير، مش فرن البوتاجاز. ده الفرن بتاعها أصلا يعني، وهي حاطاه فوق السطوح وهتطلع تخبز فيه. هي ممكن على فكرة تخبزه عادي في الفرن اللي تحت بس بتاع البوتاجاز، بس الفرن التاني ده بيطلع النتيجة احلى، لان زي ما انتوا عارفين ان الفرن لما يكون عالي بيطلع نتيجة حلوة جدا جدا. وهتشوفوها برضو هي بتخبز ازاي، لان الخبز جزء من نجاح القرص الطرية. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي. خلاص بقى هي كده خلصت، العجينة استريحت. هتبدأ زي ما انتوا شايفين بقى ان هي ترص في الصينية عشان خاطر هتخبز بقى. هو خلاص خمر وهنبدأ مع بعض الخبز. لازم طبعا رصتك في الصينية تكون حلوة كده، يعني تبعدي الفرق بين القرصة والقرصة، عشان خاطر ما ينفعش يبقوا لازقين في بعض بعد كده يلزقوا في بعض يبقوا شكلهم وحش. تبقى اعملي مسافات كده. هي كده زي ما انتوا شايفين رصت، فهو ده الفرن بتاعها. هي حاطاه فوق السطوح وهتبدأ ان هي مشغلاه. بيبقى درجة الحرارة بتاعته عالية، بتعلي النار، يعني درجة حرارة حوالي 220 240 كده، عشان القرصة ما تنشفش منك. احنا بنخبز ومتعودين كلنا بنخبز في الصواني بتاعة الفرن دي. حتى انا عندي الصينيتين دول بتوع الفرن، بس طبعا بما ان انا ما بستخدمش الفرن لاني ما عنديش مساحة ليه فسايباه عند ماما. بس هي عندها مساحة فهي بتخبز فيه على طول. انا لو عندي مش هبطل اخبز فيه، يعني بصراحة خبزه حلو جدا وجميل جدا. كل شوية بتفتحي تبص عليه وتغيري الصينية لو عايزة تلف، لو عايزة ناحية حمراء وناحية لسه، بتشوف القرصة من تحت اخبارها ايه. لقيتي من تحت احمر والجناب
ومن فوق ابيض يبقى الجناب عايزه تعلى شويه، لو لقيتي من فوق احمر ومن تحت ابيض تعلي تحت شويه. المهم تفضلي تحايلي فيه لحد ما تظبطيه. المفروض ان انت بتحطي كده صينيه فيها قرصه واحده، يعني جربي عليها الاول عشان ما ينفعش تحطي مره واحده فيقوم تبوظي الصينيه بحالها. ده بيكون لونه من تحت بيكون لونه ذهبي من تحت كده ومن فوق. وده بيكون شكله طري جدا جدا، زي ما قلت لكم كوبايه الشرش اللي هي حطتها هتعمل عمايل في القرص فهتخليها طريه جدا فعلا. انا لما دقته عجبني جدا، اكتر مره عجبني لما بنحط عليه الشرش بيعجبني اكتر حاجه. لكن لما بنعمله كده بلبن بس ما بنحطلوش شرش فبيبقى حلو برضو. بس ده بيبقى ليه طعم وده طعم تاني. خلصنا بقى كده. اهم حاجه زي ما قلت لكم الفرن يبقى عالي. بتظبطي الفرن زي ما قلت لك. كده كل حاجه تمام، فهتطلعي بقى تخبزي كل الكميه معاكي، تبداي ترصي بقى الرص برضو في الطبق. بعد ما بتخلصي بيبقى مهم جدا. المفروض ان انت بتعملي حسابك ان انت عندك 3 اصناف، فبترصي مثلا الساده لوحده في جنب كده برضو في نفس الطبق، واللي هو التاني المحشي في جنبه برضو من الطبق، بيبقوا كلهم مع بعض في نفس الطبق، بس اليمادي محشي واليمادي ساده وده هنا مش بالملبن. فيبقى بعد كده اللي بيجي ياكل عارف هو عايز ايه، ياخد ساده ياخد طري. هي بما ان هي عامله كميه 4 كيلو كتير وهي يعني مش افراد كتير اللي هياكلوه، فهي عملته اكياس وشالته في الفريزر، وده عادي جدا بيطلع معاكي نتيجه جامده جدا جدا. بعد كده بقى يعني مش ما عنديش حاجه او عايزه اعمل قرص او كده، فما اضطرش ان انا كل يوم اقعد اعمل واعجن وكده، فيبقى جاهز عندي في الفريزر اطلعه واسيبه يفك شويه وابدا ان انا استخدمه افطر منه او اتعشى منه. كده بقى خلاص. ده بيكون شكله. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك، وكمان تشيروا الفيديو وتعملوا سبسكرايب في القناه. يلا بقى كده خلصنا. السلام عليكم. اهم حاجه اللايك يا بنات، ما تنسوش. سلام.